يلا بينا وهنعمل باستا فلورا وفي السريع. اول حاجه معانا نص كوبايه من الزبده ومعلقه كبيره، يعني نص كوبايه ونحط عليها معلقه، ونفس الشيء نص كوبايه من السكر. هنضربهم بقى مع بعض، ولازم تكون الزبده هنا بدرجه حراره المطبخ عشان تبقى طريه كده وحلوه معانا. ونفس الشيء البيض لازم يكون بدرجه حراره المطبخ، بيضه واحده، وهنحط عليها فانيلا و ربع كوباية من الزيت. وقلبي بقى كل ده كده بالمعلقة أو بالمضرب حسب ما يريحك. أنا قلبتهم كده الأول بالمعلقة وبعدين بالمضرب، وهنزل عليهم ب3 كوبايات من الدقيق. انتي ما تنزليش بالدقيق مرة واحدة لأن الدقيق بيختلف من حد للتاني. حطي كوبايتين وقلبي، وبعدين هنضيف عليهم معلقة من الايه بيكنج باودر. لازم العجينة، طبعا أنا عجنتها بقى كده كويس جدا لحد ما لميتها. لازم العجينه معاكي تكون بتقطع بالشكل ده، ما فيهاش مطه. هاخد التلت وهشيل التلتين، التلت ده هلفه في ستريتش واحطه في الفريزر. وهجيب هجيب الصواني اللي هي بتاعت التارت، وهبتدي ان انا افرش العجينه وامدها للطروف لفوق، وهعمل فيها بالشوكه كده عشان ما تتنفخش مني في الفرن. وهحط الابريكوت، دي مربى مشمش. هي طبعا الباستا فلورا مشهورة عندنا بالمشمش، بمربى المشمش. بشرت بقى العجينة اللي احنا فرزرناها دخلت على درجة حرارة 200 لمدة نص ساعة، وده شكلها بعد ما خرج. طبعا انا مقطعتهاش على طول وهي سخنة، سبتها تهدى تماما. وبصوا شكلها عامل ازاي، رهيبة. عايزة اقول لكم دي من انجح الوصفات اللي انت ممكن تشوفيها في حياتك، ومن اسهل الوصفات. ولو عندك شوية دقيق وشوية زبدة، يلا قومي اعمليها. ولو عجبكم الفيديو طبعا ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب. ولو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين.